السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا كلنا كده نوحد الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو بتاعنا النهارده. الفيديو النهارده سهل وبسيط، حاجة لذيذة كده. بس صدقيني هتطلعي النهارده مستفادة من الفيديو جدا جدا، وهتطلعي مبسوطة النهارده من الفيديو. كملي معايا للآخر وإن شاء الله هتتبسطي جدا، لأني جايبالك خلطة النهارده جبارة هتخلّي الأكل بتاعِك مميز، يعني أنتِ نَفْسِك هتحسّي بالفرق. أي حد هياكل من أكلِك هيحس إن أنتِ أكلِك مميز، ريحته، طعمه. بُصّي، ريحة الأكل بتاعِك هتجيب من أول الشارع. يالّا بينا كده ندخل الفيديو ونشوف معانا توابل إيه النهارده. جايبين توابل ناعمة وتوابل خشنة، وهنشوف الكميات قد إيه. هنعرف النهارده شوية معلومات، المهم إن أنتِ هتطلعي إن شاء الله مستفادة. كمّلي معايا لآخر الفيديو، وما تنسينيش بقى إن أنتِ تعملي لي لايك للفيديو عشان ترفعي لي الفيديو شوية، وتشتركي في القناة وتفعّلي الجرس علشان أي حاجة جديدة أنزّلها توصل لِك على طول. بُصّي بقى يا ستّي، أنا خلّصت التوابل اللي عندي خالص، كان عندي شوية توابل كده، فقُلت أخلّصهم بما إن إحنا داخلين على رمضان، وأروح عند العطار وأجيب شوية حاجات كتار. جِبت حاجات ليّا أنا، يعني مثلًا جايبة يعني مثلًا الخلطة النهارده فيها فلفل أسود، فجِبت فلفل أسود للخلطة، وجِبت ليّا برضه فلفل أسود على جنب كده. المهم جِبت شوية بهارات اللي أنا شِلتهم على جنب دُولة، دُولة بتوعي أنا، دُولة هاطحنهم وهاسيبهم بقى كده في براطين فاضية سادة كده، مش هاحط عليهم حاجة خالص، تمام، لإن في أكلات معيّنة بتبقى محتاجة برضه حاجات معيّنة. متفقين؟ دُولَة كده سِبتهم على جنب خالص. تاني حاجة بقى، زي ما قُلت لِك إن الخلطة بتاعتنا النهارده فيها توابل ناعمة وتوابل خشنة. سِبت أنا برضه التوابل الناعمة كده على جنب، وبعد كده هاجيب المطحنة بتاعتي وأبدأ على طول دلوقتي إن أنا أطحن. أنا هاجيب الخلاط لإن أنا ما عنديش مطحنة آآ يعني فرداني كده، فهاجيب الخلاط وهابدأ على طول إن أنا أخلط. أنا النهارده معايا 5 أنواع من التوابل مطحونة، بتيجي من عند العطار مطحونة، و7 أنواع توابل تانيين حصى. بت بتضطري أنتِ بقى إن أنتِ تطحنيهم عندِك في المطحنة. عايزة تجيبيهم ناعم برضه تمام، بس يعني أنا عن نفسي أنا بافضّل التوابل إن أنا أجيبها حصى وأطحنها. يعني أنتِ عارفة التوابل الناعمة دي كمان، يعني أنا عن نفسي أنا كنت أحب إن هي تكون حصى وأجيبها أطحنها أنا وكده. بس يالّا حصل خير. يالّا بينا بقى كده ندخل الفيديو. جِبت المطحنة بتاعتي، وأول حاجة هاحطها في المطحنة هي الفلفل الأسود الكبّة الصيني. الفلفل الأسود والكبّة الصيني. جايبة بقد إيه فلفل أسود؟ جايبة ب10 جنيه، وكبّة صيني برضه جايبة ب10 جنيه. واتعمدت إن أنا آجي قدّام الكاميرا أورّيهم لِك علشان أورّيكِ قد إيه إن أنا طاحناهم أوي، مخلّياهم ناعم أوي. لإن زي ما قُلت لِك إن أنا في جزء ناعم من التوابل اللي أنا جايباها، في جزء ناعم وفي جزء خشن، فلازم تكوني منعّماها شوية، يعني تدوسي عليها كده وأنتِ بتطحنيها علشان ما يبقاش في فرق ما بين إن التوابل اللي هي الناعمة اللي أنتِ جايباها، والتوابل اللي أنتِ طاحناها. يالّا بقى، أنا عارفة إن أنا بارغي كتير، سامحوني أنا آسفة. فزي ما قُلنا طبعًا إن أنا أول حاجة طحنتها هي الكبّة الصيني والفلفل الأسود. تاني حاجة بقى حطيت الحبّهان، جايبة ب15 جنيه حبّهان، وكمان الحبّهان والقرنفل جوزة الطيب. أنا جايبة واحدة من جوزة الطيب. جوزة الطيب طبعًا بتجيبيها ما ينفعش إن أنتِ تحطّوها كده في المطحنة على طول عشان ما تكسرش سكينة المطحنة، فأنا باجيبها كده أحطّها مثلًا في كيس بلاستيك، أحطّها في حتّة قماشة، وبإيدي الهون كده وبامسكها أكسّرها كده أدخدخها شوية، وبعد كده أحطّها على أي توابل عندي في قلب المطحنة. تمام كده؟ دي كانت تاني حاجة. تالت حاجة بقى حطيت برضه الكزبرة، معايا كزبرة ناشفة برضه مسكتها طحنتها. وآخر حاجة اللي أنا باعبّي فيها حاليًا دلوقتي هي الورق اللورا، هو ده كده طحنته. ما تتوهيش معايا. ه هاجيب لِك دلوقتي التوابل كلّها، هاجيب لِك المطحون وهاجيب لِك الخشن، وهاقول لِك كلّه على بعضه كده علشان برضه ما تتوهيش معايا.
المهم إن أنا جِبت كل التوابل اللي هي الحصى، مسكتها طحنتها وقلّبتها زي ما أنتِ شايفة كده. دلوقتي بقى هافضّي التوابل اللي هي الناعمة عليها. معايا إيه، معايا دلوقتي كاري ومعايا كركم ومعايا قرفة ومعايا شطة ومعايا كمان زعتر، ده كله توابل ناعمة، هافضّيها دلوقتي عليها. طيب تمام، طيب بعد ما نفضّيها هنعمل إيه، هنمسك التوابل دي كلّها زي ما أنتِ شايفة كده خلاص طحنا اللي هي الحصى وفضّينا عليها التوابل الناعمة، هنمسكها بقى دلوقتي دي قرفة، اللي أنا بافضّيها اللي هي البُني دي قرفة، هامسكها بقى دلوقتي كده كلّه كده، أمسكه يعني أعمله كده أقلّبه في بعضه، وبعد كده هاجيب جوز برطيم، هي بتعمل معايا كمية حلوة أوي على فكرة. هاجيب جوز برطيم، هاجيب برطمان كبير كده يكون إزاز، غسلاه ومعقماه حلو جدًا، وبعد كده هاعبيه من الخلطة الحلوة دي، وأحطه في باب التلاجة، أسيبه في باب التلاجة مش هيجرى له حاجة، وكمان أجيب برطمان صغير برضه أملاه وأسيبه بقى عندي في المطبخ أستعمل منه. بُصّي، يعني أقل حاجة من التوابل دي أو من الخلطة دي، يعني بتعمل معاكِ مفعول حلو أوي. تمام، فبتقضّي معاكِ كتير، بتقعد معاكِ كتير. فأنا دلوقتي بقى هاعبّي جوز براطيم، واحد هاعينه خالص بعيد عن إيديّا أحطه في التلاجة، والتاني هاستعمله، يخلص أقوم جايبة تاني. يالّا بقى كده معلش أنا حقِّك عليّا، أنا رغيت كتير أوي في الفيديو، وحاسة إن أنتِ تُهتِ منّي. يالّا كده واحدة مع بعض، دلوقتي زي ما قُلنا إن إحنا هنعبّي ده نحطه في التلاجة، ونعبّي واحد تاني نحطه في المطبخ نستعمل منه. يالّا بقى واحدة معايا كده، هاقول لِك على الحاجات اللي أنا جِبتها كلّها، وكمان هاقول لِك أنا جِبت من ده قد إيه ومن ده قد إيه. أول حاجة خالص أنا جِبت دلوقتي اكتبي ورايا أو أو إيه، بُصّي، هاكتب لِك برضه التوابل، أنواع التوابل بالأسعار، هاكتبها لِك في صندوق الوصف، ممكن تنزلي تبقي تاخديها screenshot وتخلّيها عندِك أو تكتبيها عندِك في ورقة. بُصّي، أول حاجة خالص جِبت 15 جنيه حبّهان، 10 جنيه فلفل أسود، 5 جنيه كاري، 5 جنيه كركم، 5 جنيه قرنفل، 5 جنيه قرفة، 5 جنيه كبّة صيني، 3 جنيه شطة، 5 جنيه كزبرة، 3 جنيه ورق لورا، ب5 جنيه جوزة الطيب، وب5 جنيه زعتر. هي بُصّي هاتي حبّاية واحدة جوزة الطيب، يعني حبّاية واحدة بس على المقدار ده، ما تكتّريش أكتر من كده. بس كده، على حسب بقى، يعني أنا جوزة الطيب دي كنت باجيبها ب2 جنيه الواحدة، حاليًا دلوقتي بقت ب5 جنيه، فالله المستعان. باتمنى إن الفيديو يكون عجبِك، هاكتب لِك التوابل ديّة أسعارها وأسمائها تحت في صندوق الوصف، ابقي انزلي شوفيها. باحبكم في الله، سلام عليكم.